علاش اغلب الناس بقاو واحله في 2019 وعلاش من بعد 2019 كتحس بالوقت وعقات فيه شي حاجه وعلاش الوقت ولا كيدوز دغيا. يعني سرعه الزمن من 2020 حتى ل 2024 دازت دغيا بحال كنتي كتحلم. وشوف دابا راه باقا غير شهر باش تدخل 2025 وحنا باقيين عاد كنستوعبوا راه 2024 دخلت شحال هادي. وسبحان الله مغاربه وعرب واجانب كلهم عندهم نفس الشعور ومتفقين ان 2019 واخر عام فرحنا فيه في حياتنا وحاسين بلا الوقت هرب عليهم. وكاينين شي وحدين جاهم اكتئاب من بعد ما دخلت 2020 وبالله من بعد 2019 وقفات الحياه وقفات حتى الفرحه. دازت اعوام وجات اعوام والناس كتزيد تاكد ان 2019 ما كانش سنه عاديه، بحال هي واحد الفاصل بين العصر القديم والعصر الجديد. علاش هاد الشعور وعلاش حنا كاملين تبدلنا وعلاش حياه وقفات في 2019؟ كاع الناس اتفقوا على حب سنة 2019 كأنها آخر محطات السعادة بالنسبة لهم. بصح الوقت داز دغيا. بغيتي تعرف علاش الوقت داز دغيا؟ شوف دابا راه كورونا دازو عليها غير عامين، غضح دازو عليها 5 سنين، وكاس العالم قطر دازت عليه 3 سنين، وفري فاير دازت عليها 7 سنين، جا رمضان والعيد وعيد الأضحى الدخول المدرسي وحنا كاع ما حاسين بوالو، حتى شعار حتى شي حاجة ما بقاش بحلاوتها. وماشي غير الناس الكبار اللي حسوا بالوقت داز دغيا، بل حتى الأطفال كيشاركوا من نفس الشعور. الوقت ليش صاير كذا؟ انا ليه اتذكر وانا قاعد اقول انه باقي على الدراسه كثير وفجاه الدروب خلاص انتهى الاسبوع الاول من الدراسه. شلون كيف ليش ايش ما ندري. وهادشي الاخوان راه من علامات الساعه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه وتكون الساعه كضرام النار. وحتى النهايه ديال 2019 راه ما كانتش عاديه، اللي طرا فيها بزاف ديال الحوايج واحداث غريبه بحال كورونا، الزلازل، الكوارث اللي طرات في المغرب، ليبيا وسوريا. وراه هذه حجه منطقيه علاش الناس ولاو كئيبين وما مرتاحينش في حياتهم. غير الكوارث اللي طرات في 4 سنين، فراه حتى هاد 4 سنين دازت دغيا. واصحاب نظريه المؤامره واللي تيقولوا من بعد 2019 صافي راه سال العالم، مستحيل يسكتوا على هذا الموضوع. ايه موضوع الوقت اللي بيعدي زي الهوا ده؟ الوقت بيعدي بسرعه جدا وانا مش متخيل ان السنه دي خلصت. الزمن اللي احنا عايشين فيه هل هو زمن حقيقي ولا لا؟ يعني ايه حقيقي؟ يعني هل احنا فعلا في سنه 2023 ولا ممكن حتى التاريخ اللي احنا عايشينه يكون تاريخ مزيف؟ او من نافي والرأي ديالي انا في هذا الموضوع كنشوف باللي كورونا عندها دور كبير في هذا الشيء. فراه من بعد 2019 بنادم جالس غير في الدار، الحجر الصحي، الناس ولات مدمنه على الريلز الشورت والتيك توك، وليتي كتحس بالنهار دغيا كيدوز. دونك راه انت من بعد 2019 وردتي الروتين ديال 2020 وليتي كديرو في هاد 4 سنين متابعه. ولكن جرب كل نهار تفيق مع 5 ديال الصباح، تشد التليفون ديالك غير واحد الساعه ولا ساعتين، غادي تحس ان اليوم ديالك ولا طويل وعشتي بزاف ديال التفاصيل في النهار. وكاين سبب اخر انك كدير نفس الحاجه كل نهار، الايام رديتيهم فوتوكوب، داكشي اللي درتيه البارح كديرو اليوم كديرو غدا كديرو السيمانه الجايه. دونك راه من هادشي كامل ما كاين حتى شي لعيبه مميزه في النهار ديالك باش تعقل عليها. وفلهذا حسيتي بالوقت دغيا، وكما كنقولوا حنا الوقت ما بقاش فيه البركه. والحل الاخوان فهمتي، خلي الوقت يدوز ودير فيه شي حاجه باش ما يدوزش عليك وتندم انك ما درتي فيه والو. نقص شويه من التليفون لانه راه بصح الوقت كالسيف، ان لم تقطعه فسوف يقطعك. وحتى انا خصني نقولها لراسي، خصني نقص شويه تليفون وكذا حتى المهم حاولوا تنقصوا منه وكذا. المهم الراي ديالي في هادشي هذا هو هذا، وكنتمنى حتى نتوما تعطيو الراي ديالكم في لي كومونتير. واش حتى نتوما كتحسوا بنفس الشعور ديالنا حنا كاملين بعد 2019؟ واش الحياه بعد 2019 توقفات والفرحه مشات و2019 هي اخر سنه زوينه دوزنا في حياتنا؟ اولا نتوما معرضين هاد الافكار نهائيا والناس غير كتوهم والتفكير الزائد لا يحصل العوان؟ المهم خلي لي الراي ديالك في لي كومونتير. المهم بسلامه الاخوان، غبرت بزاف، ديروا لايك وابوني باش نتحفزوا له شي حاجه. عشرة فريمون السبب الرئيسي ديال انني ما كنلوحش هو تفاعل مقتول ان شاء الله.